هذا يقول لي كلامه قطع قلبي. والله اسف قاعد اضحك، بس والله العظيم انا والله ما نفسي. لا تزعل لا تزعل، ايش اللي قلبي لا تزعلوا. يعني انا والله بس كان في قلبي انه كنت اتمنى انه يعني اعيش يعني يعني مع ابويا، وانه اتمنى يعني يكون معي اب زي اي انسان، لكن خلصت ناس عادي. الحمد لله يا رب، نقول الحمد لله على كل شيء. يعني كل شيء قدر ونصيب، وانه هذا الشيء مو بيدي ولا بيد احد، بيد ربي. عشان كده انا احمد ربي على كل شيء والله، حتى لو راح مني اي شيء في هذه الدنيا اقول الحمد لله يا رب. ولا خلاص، لا تزعلوا لا تزعلوا. هذا تقول لي خالد ضحكنا ورجع بكانا ولطيف جدا. الله يلطفك يا رب. والله انتوا اللطافه، انتوا اللطافه. انا لو تدخلوا قلبي مكتوب خالد احبكم. والله احبكم من كل قلبي. ويا رب ايش يا ربي، انا من كثر حبي لكم احبكم قد هذه الستاره. يعني والله ما ادري كيف اقول لكم، اوصف لكم اللي في قلبي، لكن اللي في قلبي اكثر من اللي في قلبي والله. هذا تقول لي ربنا يعوضك يا خلود. الله يعوضني يا الله يعوضنا يا رب. والله دائما في اللقاءات يقولوا لي خالد اعطينا نصيحه توجهها للناس. طبعا انا احتاج احد يوجهني، لكن انا بوجهكم. النصيحه هي ان مهما صار لك في هذه الدنيا قول الحمد لله على كل شيء، لان الدنيا هي زي الدنيا، انتم خليكم معتبرين الدنيا كانها دنيا. وربي يعوضنا على كل شيء، ويعوضنا على كل شيء صار لنا في هذه الحياه، يزعل او اي شيء. وانا احبكم كلكم، ودون نفسكم.